تمينا نحن وبيت عمي وابن عمي هوني بدنا ندورنا على الأرض. ما شاء الله ضحكتك ما فرح. ايش بدي اسوي؟ ما بحسي يا عمري. طيب دورنا ريحة، يعني بدنا نتم بكيك هالعمر بكينا أنا شبعنا حاج ما حاجة خلينا نعيش. اليوم بأول زيارة إلي بمخيمات الشمال، هي الأرض يلي بسببها سوريا كلها تحررت، أرض الشهداء، أرض التضحيات. هذه المخيمات يلي طلع منها الدكاترة والأطباء والمقاتلين. اليوم هي بحاجة مساعدتنا. بهاليومين القادمين رح تنطلق حملة الصندوق. هاي الحملة لحتى تساعد أهلنا بالمخيمات، تأمن لهم أبسط حقوقهم بالعيش. يلي ما بيعرف شو هي حملة الصندوق، هي حملة وطنية برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، رح تكون لكل السوريين أو لكل حدا حابب يتبرع لأهلنا بسوريا بالداخل وبالخارج، لحتى نقدر نرمم المناطق المنكوبة والمتضررة في سوريا، نأمن لهم ولو شوي تهيئة للبنية التحتية بمناطقهم لحتى يقدروا يبلشوا يرجعوا على بيوتهم وتكون المنطقة مؤهلة للسكن، حتى نقدر نعمر هاي البلد، لحتى شوي نوفي من الدين يلي برقبتنا بحق هالعالم يلي بسببهم نحن اليوم عايشين بكرامة ببلدنا. أهلنا وناسنا اليوم بحاجتكم، لا تبخلوا بالتبرع، ساعدوا أهلكم لأنه هن فعلاً بحاجتكم. المشاعر هون صراحة كتير مخربطة. أنا أول زيارة لي لهذا المكان، وقبل ما فوت على أدلب قلت بدي أجي لهون لحتى أشوف الأرض يلي ارتوت دم الشهداء، الأرض يلي طالعت أبطال حقيقيين بسببهم نحن اليوم قدرنا نعيش بسوريا بحرية وكرامة.